الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات في كل مكان، مرحبا. البعض صار ينتقدني ويقول بأنك تشكك في شرعية الرئيس السوري، وفي شرعية الحكومة السورية، وفي شرعية العملية السياسية في سوريا. مش أنا اللي بشكك، الإعلان الدستوري اللي بيشكك. الناس اللي بتقول، يعني الدارسين الفهمانين، المجتمع الدولي بيقول انه هذه مرحلة انتقالية مؤقتة. يشككون، مش انا اللي بشكك. واقع الحال الطبيعي والقانوني لهذه الحكومة الغير قانونية، لهذه الحكومة غير شرعية، ولهذا الرئيس الغير شرعي هو الذي يشكك. أنا أوصف حالة، أنا لا أختلق شيئا من عندي. طالما هي حكومة مؤقتة انتقالية، طالما هو رئيس انتقالي، خلاص فهو غير شرعي. الشرعي دائم ومش دائم، يعني يستكمل المرحلة أو الدورة الدستورية أو الصلاحيات الممنوحة للرئيس أو لرئيس الحكومة أو للحكومة في إطار دستوري 5 سنوات 10 سنوات، دورة دورتين وانتهى الأمر. يعني حتى فيما يتعلق بالشرعية، شرعية إدارة الحكومات والدول هي مؤقتة. يعني الأشخاص يغادرون وربما التنظيمات السياسية تبقى، وبقاؤها متعلق بما تحصل عليه من شرعية دستورية وشعبية في إطار انتخابات نزيهة وشفافة، وتحظى بدرجة معقولة من النزاهة والشفافية. هون الشرعية. يعني في القوانين الوضعية، في القوانين الناظمة لإدارة الحكومات والدول، هذا هو. يعني ما يطلع لي هدلون أنا ما بعرف شلة الحقوقيين والقانونيين المحيطين بالشرع كيف يتجرؤوا ويقولوا أنه هذا الوضع الحالي شرعي. لكن شلون شرعي؟ كيف شرعي؟ هو الوضع الحالي يقول عن نفسه بأنه انتقالي ومؤقت، ويمنح لنفسه صلاحيات حكومات منتخبة. يعني التفاوض مع إسرائيل حتى ولو كان على مستوى اتفاقيات أمنية وكذا، وهي ليست اتفاقيات أمنية، يعني هي يعني خطوات لا تقدم عليها حكومة مؤقتة. صلاحيات الحكومة المؤقتة والانتقالية آه، محددة بنص دستوري، أو إذا في دستور، أو وفق الإعلان الدستوري اللي أعلنته هذه الحكومة. هي الصلاحيات غير موجودة، يعني دخول في مفاوضات، إبرام اتفاقات، إعلان الحرب. يعني لا إعلان الحرب، لا اتفاق سلام. بكرة إذا استنجدت حكومة الجولاني بالتركي لتصفية الحساب مع قسد، هذا إجراء غير قانوني، هذا إجراء غير دستوري، هذا إجراء غير شرعي. فمجمل هذه التفاصيل، كيف فيني سمي هاي الحكومة بأنه هي حكومة شرعية؟ هي التي لا تقنعني بممارساتها وسياساتها وسلوكياتها وإجراءاتها أنه تمثل ولو تمثيل دور الحكومة الشرعية والرئيس الشرعي. فأنا لا أتهم يعني شيء. يعني أنا ما فيني أقول أنه حكومة رجب طيب أردوغان غير شرعية مهما بلغ درجة الاختلاف مع الحكومة التركية، لأنه هي حكومة أتت بانتخابات، في مصداقية لهذه الانتخابات. يعني شاركت فيها المعارضة بتفاصيلها، بأنواعها، بتعبيراتها، بطيفها الواسع، كردية على تركية على علوية على المهم كل سنية، أصدقاء رجب طيب أردوغان القدامى في حزب الرفاه. كل هذه التفاصيل لا أنا ولا المعارضة التركية بإمكانها تقول أنه هذا رئيس غير شرعي، هذه حكومة غير شرعية. لكن بمنتهى البساطة وبمنتهى الثقة وبمنتهى الجرأة بإمكان يقول أنه حكومة أبو محمد الجولاني غير شرعية.
لأنه هي ما في حكومة شرعية انتقالية ومؤقتة. يعني مش كل ما رئيس هرب أو مات أو سقط فورا تظهر حكومة بيكون والله حكومة شرعية. لا يا حبيبي، الحكومات الشرعية واضحة، وهنالك قياس، مبدأ القياس يعني حتى في التراث الإسلامي، يعني أمرهم شورى بينهم، خلفاء الراشدين حتى في كان في حساسيات، كان في خلافات إذا رجعنا للتاريخ الإسلامي، لكن كان في شيء اسمه الإجماع. الإجماع على هذا الخليفة، الإجماع حتى الخلفاء ما كان في عليهم إجماع، لكن في القدر المعقول، القدر المنطقي، القدر الذي أكسب الخليفة الفلاني في الحقبة الراشدة، عم بحكي مش في حقبة الانقلابات الأموية والعباسية وما أتى بعدها، لا لا، في الحقبة الأقرب إلى النبي، عم بحكي يعني في هالإطار. كان في شيء اسمه شورى، بس ما هو موجود حاليا شورى بين مين؟ بين الأخوان والسلفية الجهادية. في أطراف تانية موجودة في هذه الشورى، في قوى علمانية موجودة. لما تعملوا لي هند قبوات ومين كمان يعني أنه على تمثل الواجهة المسيحية والعلمانية والمدنية، هذا عبارة عن ديكور. كائن من يعني المتنفعين والمستفيدين من هيك حكومات بإمكانهم أن يظهروا في أي شكل من الأشكال. هم يستفيدون من هند قبوات كواجهة بيقدموها أنه نسائية ومسافرة و- ومسيحية، بيستثمروا وهي تستثمرهم. يعني في بزنس متبادل من الطرفين في هذا الإطار. ومع ذلك هذه الحكومة غير شرعية. متى ما صار انتخابات نزيهة شفافة، يعني وقتها نعم السند والبرهان القويم والمخرس انه في انتخابات نزيهه مش ملعوب فيها. هلا تتذكروا الاصدقاء والصديقات الاعزاء في كل مكان، تتذكروا في فتره السنوات الماضيه كل ما كان الكردي المثقف أو السياسي المستقل أو المنظم في تيار سياسي بيطرح المطالب أو المطالب الكردية المشروعة الديمقراطية، الاعتراف بالشعب الكردي، الاعتراف بالحقيقة بالمظلومية الكردية، الاعتراف بالحقوق الكرد، بيقولوا إيه نعم، لكن هذا الأمر متروك للانتخابات. ريثما يسقط النظام، ريثما تحدث انتخابات، وهذا متروك للاستفتاء. يعني شكل الدولة، اسم الدولة لا يمكن أن نبت فيه الآن أو نناقشه الآن، هذا بده استفتاء، بده انتخابات. وقت هاي القوى المعارضة اللي فورا كلهم هيك قلبوا على اللي كانوا بيعارضوا الجولاني، قلبوا على الجولاني، صاروا أصحابه وحبايب قلبه ويتنعمون ويأكلون من يعني على مائدته. ومنهم من يمني النفس الآن يعني. وقت ذاك كانوا يبرزوا عنوان الانتخابات والاستفتاءات وشرعية هذه المطالب يقررها الشعب السوري وقت ذاك بهذه الطريقة، بطريقة الانتخابات. موضوع الشرعية كانوا بيطرحوا ويحاججوا بهذا السند. الآن لا، فرضوا علينا رئيس إرهابي، زعيم تنظيم إرهابي، مارس القتل والإرهاب ضد العراقيين، مارس القتل والإرهاب ضد السوريين. لما في إحصائية دقيقة للضحايا السوريين العرب السنة وغير السنة كمان، يعني السوريين بشكل عام، على إيد أبو محمد الجولاني من دخوله سوريا، من لما كان على ذمة قاعدة وعلى عهد وبيعة قاعدة الجهاد على القاعدة، وبعدين داعش، وبعدين نصرة، وبعدين فتح الشام، وبعدين تحرير الشام، وكل هالقصص. ما الموضوع ما كان هيك. الموضوع ما كان سكيتي كتيمي، موضوع كان فيه دم وقتل. لا توجد هنالك إحصائيات دقيقة بعدد الضحايا السوريين الذين قتلوا
على يد الجولاني وتنظيم الجولاني ورفاق الجولاني عندما كان الجولاني أميرا على إدلب ومحيطها، جمهورية إدلب الجولانية يعني. ما في إحصاء. طيب إذا أضفنا يعني رقما تقديريا لعقد ونيف من السلطة والإدارة اللي كانوا يتغنون بها سلطة إدلب وكذا كنموذج، يتخذوها نموذج إدلب لسوريا يعني كلها. اقلب فأنت في إدلب، بيحطوا لنا هذا النموذج على أساس أنه ناجز وناجح للحكم والإدارة. إذا أضفنا أعداد الضحايا الجدد عندما ارتقى أبو محمد الجولاني من أمير على إمارة إدلب إلى رئيس انتقالي مؤقت على سوريا، الضحايا الذين قتلوا واختفوا في زمن الأشهر الماضية يعني في حكمه مهم، يعني سنحصل على رقم يعني كبير ومهول ومزلزل. لكن الآن يصار إلى لفلفة هذه التفاصيل وعدم إثارتها. ليش؟ بحثا عن الشرعية، لأنه ما في شرعية. الموجود يعني ما حدث وسيحدث لاحقا يعني هو عبارة عن عمل حثيث لشركات العلاقات العامة والمال الخليجي الذي يسعى إلى شراء شرعية لهذا هذا الشخص يعني. وربما يعني ربما ينجح المال، لكن هاي الشرعية مشترات. نحن الآن في 2025، هذه الشرعية الدولية مشترات بالمال الخليجي، مش شرعية حقيقية، مش شرعية يعني الواحد هيك يتفاخر بها أو يتباهى بها، وأنه شوفوا يعني مثل هداك العجوز الخرف يعني بيحكي بيقول اللي مثلك ما ولدته النساء. ما حدا سكت وقال له هاي إهانة لأم الرسول آمنة بنت خويلد، هاي إهانة لخديجة زوج الرسول، هاي إهانة لعائشة أم المؤمنين زوج الرسول ولكل زوجات النبي بوصفهن نساء مسلمات لم يلد مثل أم الجولاني، ما حدا أنجب حدا مثل وهي إهانة. مش بس هي إهانة للنبي، انه انت يعني عندك ويقسم والله ما في انت اللي مثلك ما حدا ما مرة جابته ولا ولدته داية ولا قمطته ما بعرف شو من هي الكولك الغبية المضحكة. شخص صار له 30 40 سنة برات البلد وبيجي بيكولك بهي الطريقة، والمعادل تبعه اللي كان بيقول للرئيس السوري انت كثير قليل عليك الحكم العالم العربي، انت لازم تحكم العالم. والمحاسن الصدف انه الاثنين من نفس المنطقة، واحد زعيم عشيرة البوخالد وتوفى في 2018 مدري 2013، والإخوانجي اللي من البرازي عايش. والإعلام السوري بيطبل، تلفزيون سوريا بيهلل وبيطبل وكاس على أساس أنه عم يحكي جواهر. ما بيعرفوا أنه هذه العبارة قولا واحدا، وعندما يؤكد هذا الرجل ويقسم على كلامه أنه اللي مثل أبو محمد الجولاني ما جابته مرة، ما جابته بطن، يعني هي إهانة لمريم العذراء أم المسيح، هي إهانة لكل هؤلاء أمهات الأنبياء اللي أنجبنا الأنبياء والرسل والصالحين. أنت أنت أبو محمد الجولاني القاتل الإرهابي قبل وما زال ويتحمل الجرائم اللي صارت في الساحل السوري مباشر وغير مباشر بوصفه رئيس انتقالي ومؤقت، أو راح تسووه وتفرضوا علينا رئيس دائم.
يعني هي يعني ما حدا اجى حاسبه. المهم موضوع الاستفتاءات والانتخابات اللي كانوا يبرزوها كسند وبرهان في وجه اي واحد كردي او اي مثقف او سياسي بيقول وقت الانتخابات تقرر، صناديق الاقتراع تقرر، لكن الان فرضوا علينا رئيس ارهابي قاتل دموي فاشي، يعني بدون انتخابات فرضوها هيك علينا الآن، وفرضوا راح يفرضوا علينا برلمان معين مثل أسوأ وأخرى من برلمان بشار الأسد وحافظ الأسد، وفرضوا علينا ائتلاف الإخوان والسلفية ومجموعة من المنتفعين والمستفيدين أسوأ وأخرى وأكثر تعريصا من الجبهة الوطنية التقدمية، وبدون انتخابات، كل شيء بدون انتخابات، بدون استفتاءات، وبيفرضوا، لكن وقت ذاك كانوا بيحكوا بالانتخابات وكانوا بيقولوا الدولة المدنية والدولة الديمقراطية، كل شلة الائتلاف بدون استثناء من جورج صبرا وطالع لهند قبوات لما بعرف مين، على كل لجاموس كلهم على بعضهم. احسن واحد فيهم طلع تافه، احسن واحد فيهم طلع عنصري، احسن واحد فيهم طلع منيك. هيك تركيبه، يعني انا كيف بدي افهم وانسجم؟ خلي يطلع حسن الدغيم ويقنعنا بانه كل الملاحظات التي قالها في حق ابو محمد الجولاني كانت باطله ومجحفه وغير محقه ومجهول النسب. لا، اتضح انه يا اخي نسبه يعود الى النبي، الى قريش، فلازم حسن الدغيم قياسا وطبقا على اقوال ابو محمد الجولاني يعتذر من السوريين، يعتذر من الناس، من الشباب الذي كان يحاضر ويقف امامهم ويقول مش معروف هذا مين، مجهول النسب، ضابط مخابرات امريكي، ضابط مخابرات اسرائيلي، ضابط مخابرات ما بعرف مين. خلي يجي يقنعنا طالما هو اقتنع بجدوى وشرعيه هذا الرجل، خلي يجي ويقنعنا ويشركنا ويذيقنا شهد اليقين الذي تذوقه وصار يعني حارسا مدافعا صنديدا عن عرش ابو محمد الجولاني حاليا. بدنا يعني بدنا شويه اقناع، ما بدنا كثير، شويه اقناع لحتى نقول انه بالفعل انه هي حاله طبيعيه وهي حاله شرعيه، هي حاله طبيعيه عرض من اعراض المراحل الانتقاليه، لكن ليس كل عرض من اعراض المراحل الانتقاليه شيء شرعي، يعني ليس كل من استولى قاتل على سلطه فصار موضوع شرعي، لا، مش شرعي، يعني مش شرعي، يعني وحتى وجوده في في يعني نشاطات واجتماعات والجمعيه العموميه للامم المتحده. حميدتي اذا كان رئيس السودان لا سمح الله لكان موجود هو كمان، لانه الدول الاعضاء في الامم المتحده ترسل ممثليها، كان من الان اذا انقلب حدا على الجولاني، ابو عمشه، ما نروح بعيد، ابو عمشه اذا انقلب على الجولاني وصار رئيس دوله راح يطلع لك واحد ويقول والله اللي مثلك ما جابته مرأة، والله الله يحميك. راح في ناس هيك مكولكين دجالين منافقين يحكوا ويمدحوا ابو عمشه الاهبل، ويصير ابو عمشه الاهبل رئيس لسوريا، والامم المتحده راح تقبل انه حاليا هذا هو المسؤول، فبتقبل الامم المتحده لن تناقش انه انت اجيت بانقلاب، انت اجيت بانتخابات، انت بشو اجيت، اللي يمثل السلطه حاليا هات ويحظى بدعم خليجي على امريكي شوي الدعم. فالشرعيه، شرعيه نظام الجولاني مشترات
من الأمريكيين بالمال الخليجي، فما تفرحوا كتير يعني، افرحوا مش مشكلة، افرحوا. فما تبالغوا في الفرح، لا تصدقوا يعني هيك تلبسوا الدور تبعكم إنه شرعية شو شرعية يا حبيبي؟ شو شرعية؟ شرعية بدون دستور؟ شرعية بدون انتخابات؟ شرعية بدون برلمان؟ شو شرعية ثورية؟ قل لي سقط النظام ومعها يعني خلصت قصة الثورة. خلاص الهدف كان إسقاط النظام، سقط النظام، راح النظام، الثورة كمان توقفت. ما تقول لي شرعية ثورية، شو شرعية ثورية؟ الشرعية الثورية التي يمتلكها أبو عمشة هي نفسها الشرعية التي يمتلكها الجولاني. إذا عم تحكوا عن الشرعية الثورية، وربما أبو عمشة، ربما أقول ربما أبو عمشة قاتل النظام السوري أكثر من الجولاني. فشو الشرعية اللي جايين عم شرعية وشرعية؟ أي شرعية وأي شرع؟ هذا أبو محمد الجولاني وراح يبقى أبو محمد الجولاني. طالما ما في انتخابات نزيهة، دستور متفق عليه يجمع عليه كل السوريين، كل مكونات الشعب السوري، خلاص هذا يعني رئيس مش شرعي. ما في رئيس محترم شرعي بيهدد مكونات الشعب السوري بالقوى الخارجية. ما في. لا أتراك بيقول حاليا بيهدد حتى الدروز انه رح نتفق مع الاسرائيلي، ترى انتم عم تستقوا بالاسرائيلي، رح نتفق مع الاسرائيلي ونتفرغ لكم. رح نتفق مع الروس يا علويين يا اهل الساحل ونتفرغ لكم. رح نشتري الشرعية من روسيا، نشتري الشرعية من امريكا، نشتري شرعية من تركيا بالمال الخليجي. بالمال الخليجي. فشرعيتك يا حبيبي مشترات بأموال الآخرين، وبمنتهى البساطة من يشتريك يمكنه أن يبيعك، سواء ارتفع سعرك ولا انخفض سعرك، يعني لا صرت يعني عبء أو خسارة على اللي اشتروا الشرعية لك، راح يبيعوك كمان يعني. فهي خلاصة موضوع الشرعية.